السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد وفي قضيه جديده. القصه ديالنا ديال هذا النهار غتدينا لمدينه هوب ميليس. هاد المدينه صغيره ومعروفه بالامن اللي فيها، نادرا ما كتوقع فيها شي جريمه. الناس ديالها كلهم كيعرفوا بعضياتهم، ولكن واحد النهار غتوقع فيها جريمه اللي صدمت كل سكانها وخلاتهم يعيشوا رعب عمرهم ما عاشوا في حياتهم. البطله ديال هذه القصه هي بنت صغيره ومراهقه فعمرها 15 سنه فقط، سميتها دانييل لوكلير. دانييل في هذا الوقت كانت يلاه دخلت للثانويه اللي سميتها ساوث فيو هاي سكول. دانييل من نهار دخلت للمدرسه استطاعت تكون صداقات بسرعه. كانت واحد الانسانه مجتهده اجتماعيه ومرحه، كانت ضحوكيه، داكشي علاش كلشي كيبغي يتصاحب معاها. الدراري والبنات كان كيعجبهم تكون صديقتهم. دانييل كانت كذلك مدمنه على مواقع التواصل الاجتماعي، كان كيعجبها تصور الفيديوهات وتشاركهم مع المتتبعين ديالها. نرجعوا لعام 2014. في هذا العام بالضبط كانت دانييل كتعيش مع جدودها وخالتها، اما الام ديالها فكانت كتعيش في كالورينا الجنوبيه. واحد النهار اتصلت خالة دانييل بالام ديالها وجابت ليها اخيب خبر ممكن تسمعوا اي ام في هذه الدنيا، وهو ان بنتها اختفت وباللي ما عارفينش فين مشات. نرجعوا لكيفاش اختفت دانييل بعدا. نهار 3 11 مارس 2014 طلبت دانييل من جدها تخرج مع ديك 10 ديال الليل. قالت لي بغيت نمشي عند صاحبتي اللي حدانا. قالت لي غير غنعطيها واحد الكتاب خلاته عندي وما غاديش نتعطل. قال ليها واخا غير رجعي بسرعه لان الوقت مشى، راه خطر عليك تخرجي في هذا الليل. المهم خرجت دانييل من الدار، داز ساعه وفاتت وهي باقا ما رجعتش. اتصل بها جدها مرارا وتكرارا والو ما كتجاوبش، وبدا كيتشوش عليها. داز ليله كامله وما رجعتش للدار. لا غد ليه مشى جدها لعند الشرطه بلغ باختفائها. المهم الشرطه في الاول ما تسوقوش بزاف، خاصه ملي عرفوا انها مراهقه، قالوا غتكون مشات غير عند صحابها. ولكن الجد كان متاكد ان البنت طرات ليها شي حاجه، خاصه انها عمرها هربت من الدار، وحتى الا كاينه عند صاحبتها كانت كتصل بجدودها وكتعلمهم. وهاد المره ما اتصلتش وما هزتش تليفون ملي اتصلوا بها. هاد الشيء ما عمر كان من عوايدها. الجد دار ما في جهده باش يقنع الشرطه يبداو البحث على دانييل، وفعلا الشرطه اخيرا اقتنعوا وبداو يبحثوا على دانييل. واول حاجه داروها هي انهم مشاو عند صاحبتها اللي قالت غتدي ليها كتاب باش يحققوا معاها. ملي سولوا البنت سمعوا جواب صادم، خاصه بالنسبه للعائله ديال دانييل. قالت لهم صاحبتها انا ما قالتش لي غدوز عندي وما اتصلتش بيا اصلا وما شتهاش. هاد الشيء خلع عائله دانييل. فين غادي تكون مشات وعند من غادي تكون مشات؟ بدات كتجيهم افكار خايبه ان دانييل طرات ليها شي حاجه خايبه. الام ديالها قالت للبوليس مستحيل تهرب بنتي، انا كنعرفها مزيان واصلا حنا متفقين نمشيو ملي نجي لعندها نديرو التسوق، واتفقت معها نشري ليها داكشي اللي بغات. طلبت مني بزاف ديال الحوايج وقلت ليها تنجي وغنشريهم ليها، وهي كانت متحمسه بزاف وفرحانه. بنتي انا كنعرفها مزيان غادي تكون طرات ليها شي حاجه خايبه، عافاكم لقاو لي بنتي في اسرع وقت. الام ديالها كانت خايفه عليها بزاف لدرجه انها دايره مقابلات مع الصحافه وكتطلب الناس اي واحد شاف بنتها او يعرف عليها شي حاجه يتواصل معها ويقولها ليها. كتطلب وتزاوق في الناس يلقاو ليها بنتها. من بعد يومين من اختفاء دانييل الشرطه بدات تتوصل بالادله في قضيه اختفاء دانييل. واحد الزميل ديالها في المدرسه ورى للشرطه صوره دارتها دانييل نهار اختفائها حدا واحد البحيره قريبه لمدرستها. باللي قلبوا كاميرات المراقبه بانت ليهم دانييل فعلا كانت غاده في اتجاه البحيره نهار اختفائها، وباللي ما مشاتش للمدرسه داك النهار. وبان ليهم في كاميرات المراقبه ان واحد السيد كان تبعها. ام ديالها ملي عرفات بهذا الشيء مشات للبحيره، ما قدرتش تستنى الشرطه يقلبوا على بنتها. كان عندها احساس انها غتلقى شي خيط يوصلها لبنتها، وفعلا ملي مشات هزت التليفون كتصور. شويه بانت ليها واحد الحاجه على الارض، قربات منها وتصدمت اكبر صدمه في حياتها. لقات قميص دانييل وشي اغراض ديالها مليوحين حدا البحيره وتقاشرها، واحد التقشيره من التقاشر ديالها، اما وحده فكانت مفقوده. الشرطه ملي شافوا هاد الادله تاكدوا انهم غيلقاو دانييل في النواحي، وغالبا غتكون طرات ليها فعلا شي حاجه خايبه او ميته. نزلوا للبحيره كيقلبوا فيها،
جاو بزاف ديال الناس باش يقدموا المساعده ويقلبوا، وكونوا مجموعات، كل مجموعه كتقلب في بلاصه معينه، ما خلاو حتى شبر من الغابه الا وقلبوه حدا البحيره. داروا ملصقات وصور وفرقوهم على المناطق المجاوره باش اللي شاف دانييل يتصل بعائلتها او بالشرطه. من هاد الناس اللي كيقلبوا على دانييل كان مايكل، صديقها كان مصاحب معها وكيتلاقاو، ولكن هو كان كيقرا في ثانويه اخرى ماشي نفس الثانويه اللي كتقرا فيها دانييل. هاد مايكل تا واحد ما كيعاود عليه شي حاجه خايبه، بالعكس كان شخص طبيعي مشارك في انشطه رياضيه في الثانويه اللي كيقرا فيها، ودانييل كانت كتبغيه بزاف. المهم هادشي اللي قالوا في المصادر، واخا انا كنستغرب بنت 15 عام اش من حب غادي تحب شي حد، هي راه باقا صغيره اصلا ومراهقه. المهم هذاك حب المراهقه وصافي. على اي كل مجتمع وكيفاش داير، هما هادشي عندهم عادي، حنا العكس. المهم جابوا الشرطه مايكل، بداو معاه الاستجواب، سولوا على اخر مره شاف فيها دانييل. قال لهم ما شفتهاش هذه مده، لاننا انفصلنا ما بقى بيناتنا والو. ملي سولوا على السبب ديال انفصالهم واش طرات بيناتهم شي مشاكل، قال لهم لا والو، غير هي يلا دخلت الثانويه وانا صافي غندخل الجامعه، هي باقا صغيره، بان ليا من الاحسن اننا نتفارقوا، زعما بحال الا ما كانش عارفها صغيره قبل. نهار اللي ارتبط بها عاد ولا دابا عارف انها باقا صغيره. المهم المحققين سولوه فين كان ليله الجريمه، قال لهم كنت في الدار، ما خرجتش كاع ديك الليله، جا عندي صاحبي دومينيك لوك، بقينا الليله كامله في الدار. جابوا الشرطه دومينيك باش يستجوبوه حتى هو، سولوه علاش كنتي مع مايكل نهار اختفاء دانييل، اش كنتو كديروا، وديك الليله اش كنتو كديروا؟ قال لهم كنا كنراجعوا حيت كان عندنا اختبار قبول في الجامعه. من بعد ابحاث كثيره اكتشفت الشرطه ان واحد الدري سميتو ديريك كان تيتواصل حتى هو مع دانييل، وباللي تلاقى معاه حدا البحيره. واكتشفوا كذلك ان هاد ديريك كان عنده سوابق، جابوه يحققوا معاه حتى هو، سولوه فين كان ليله اختفاء دانييل. بدا كيوصف لهم دانييل، قال لهم انا ما كنعرفهاش اصلا، كنعرف فقط انها بيضة وعينيها زرقين وشعرها كحل. قال لهم بلي ليله الجريمه ما خرجش من الدار. الشرطه كانوا شاكين فيه ومشاو فتشوا دارو، اي دار ديريك، لقاو في دارو الاثار ديال الدم في واحد البالا، داوها باش يتحققوا الا كان هذاك الدم ديال دانييل. اما ديريك داروا ليه جهاز كشف الكذب ونجح فيه، اما من بعد التحليل لقاو ان داك الدم ماشي ديال دانييل، واستبعدوا ديريك من القضيه. وفي ابريل واحد النهار واحد الشرطي داز حدا البحيره بالسياره ديالو، بانت ليه شي حاجه غريبه في الماء، اتصل بالزملاء ديالو جاو نزلوا للبحيره باش يتحققوا من داكشي اللي شافوا صاحبهم. لقاو جثه فوق الماء، اكتشفوا ان الجثه ديال البنت، لكن ما عرفوهاش شكون هي حيت كانت تقريبا متحلله ومنفوخه، ولكن لقاو فيها بالضبط في فمها تقشيره نفس التقشيره اللي كانت لابسها دانييل نهار اختفت. لفت كذلك انتباههم ان الجثه كانت مربوطه مع جوج بريكات وواحد قنبه بين الجاني ربطها بهم ملي صفاها ليها باش تغرق دغيا في الماء وما طلعش باقي. ملي علموا امها وعلموها انها تقدر تكون جثة بنتها نهارت الام وبكات، وكانت كتمنى انها ما تكونش بنتها، كان عندها امل انها ترجع ليها شي نهار. طلبوا منها DNA ديالها باش يديروا ليها التحليله يشوفوا واش بنتها. الشرطه الحاجه اللي جاتهم غريبه انهم اكتشفوا ان هذا النهر اللي لقاو فيه هاد الجثه كان قريب بزاف لدار صديقها مايكل. رجعوا تاني لمايكل ومشاو هاد المره فتشوا دارو، لان في الاول الغلط الكبير اللي داروا انهم غير حققوا معاه ما فتشوش دارو، داوه هو لمركز الشرطه يعاودوا معاه التحقيق. كان هادي حطوه في جهاز كشف الكذب، والمفاجاه كانت صادمه، فشل في الاختبار. رغم انه فشل ما بغاش يعترف بالجريمه، دمه كان بارد. هاد مايكل كان ذكي وخبيث، قال للبوليس كون انا اللي قتلت دانييل، واش كنت غنلوحها حدا داري؟ واش انا غبي لهاد الدرجه؟ كون قتلتها انا كاع ما تلقاوها حدا داري. خلى الشرطه حايرين. في الوقت اللي كان مايكل مع الشرطه في التحقيق لقاو الشرطه في الدار ديالو ادله ضده، لقاو نفس البريك او الياجورات ونفس الحبل اللي كانت مربوطه به الجثه. اتصلوا بالمركز وخبروهم. ملي قالوا ليه المحققين راه اتصلوا بينا الزملاء
ديالنا من دارك، وقالوا ليه داكشي اللي لقاو. قال لهم بكل هدوء مستحيل هادشي يكون في داري وانا ما شايفوش. نكر ان هادوك الياجورات اصلا كانوا في دارو ولا حتى داك الحبل، زعما بحال الا شي حد جابهم وحطهم ليه تماك. قال ليه المحقق بهاد الادله كامله اللي ضدك راك فاشل في هاد المعركه، واكيد عندك يد في هادشي. حنا غنخليوك تمشي على خاطرك حاليا، وإلا غيرتي رايك اجي وبدل اقوالك، هادشي راه يكون من مصلحتك. ناض مايكل بكل هدوء وسلم على المحقق وخرج. خلاوه يمشي باش يجيبوا ادله اخرين كافيين باش يلقيو عليه القبض بشكل نهائي. من بعد 4 ايام جا مايكل بنفسه لعند الشرطه، وهاد المره كان مختلف وحزين. قال للمحقق باللي اتصلت به دانييل وقالت ليه باللي هي حامله منه. هاد الشيء خلاه يفقد السيطره على اعصابه وطلع ليه الدم بزاف. اتصل مايكل بصاحبو دومينيك وتلاقى معاه، عاود ليه قال ليه كيفاش حنا اصلا مفارقين هادي اشهر، كيفاش تكون دانييل حامله مني؟ انا ما مصدقش هاد الشيء. قال لي غايض عليا مستقبلي الدراسي، انا يلا غنمشي للكليه وغنضيع بسبب هاد الحمل والمسؤوليه ديال طفل في هاد السن. المهم مايكل اتصل بدانييل قال لها اجي نتلاقى وحده النهار مع 10 ديال الليل، نهضروا ونشوفوا اشنو نديروا في هذا المشكل. مشات عند جدها وكتبات عليه انها غتلاقى مع صاحبتها، مشات عند مايكل حدا البحيره كما اتفقوا. قال لها الا فعلا انت حامله مني غنصبر ونتحمل المسؤوليه ديال هاد الطفل، ولكن واخا يكون ولدي راه مستحيل علاقتنا ترجع لانها انتهت، ومستحيل نكونوا باقي مع بعضياتنا. انت باقا صغيره ويلا في الثانويه وانا دابا غندخل الجامعه. دانييل ما عجبتهاش هاد الهضره، بدات كتسب فيه وتغوت وضرباتو وزادت تعصب لحها في الارض. ما بغاتش تسكت، بقات كتغوت بالجهد خاف يسمعوها الناس. حيد ليها تقشيرتها وسد ليها بها فمها وتخنقات وماتت. تخلع واتصل بصاحبو عاود ليه كلشي وجا عاونو باش يهزوها وداوها للدار. ربطوها بحبل مع 2 ديال الياجورات وداوها لاحوها في النهر. بالرغم من انه قال ما كانش قاصد يقتلها، ولكن اتضح في الاخير الشرطه انه اتفق مع صاحبه يعاونوا في الجريمه قبل حتى ما تجي لعندو، حيت كانوا بجوج هو وصاحبه مخليين الموبايلات ديالهم في الدار باش يوهموا البوليس انهم ما خرجوش. خرجت نتائج تحليل واتضح ان ديك الجثه ديال دانييل، ولكن ما كانتش حامله. بمعنى يا اما هي كذبات على مايكل باش يرجع ليها، او هو اللي كذب على البوليس في الاسباب اللي خلاته يصفيها لدانييل حتى حد ما عرف، الله اعلم. سنه 2016 حكمت المحكمه على دانييل بالسجن مده 25 سنه حتى 30 سنه من بعد إدانته بالقتل من الدرجة الثانية. أما دومينيك حكموا عليه ب6 سنين حتى 8 سنين بتهمة التستر على جريمة. وصلنا لنهاية الفيديو ديالنا، نتمنى نكون وصلت لكم هذه القصة بالطريقة اللي تعجبكم. إذا كان هذا المحتوى كيعجبكم ضغطوا على لايك وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.